عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد. أسعد الله صباحكم ومساءكم وجميع أوقاتكم. مرحبا بكم في قناتي المتواضعة. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير حبيباتي في الله وأخواتي في الله عفوا. المهم حبيباتي، اليوم جيتكم بالقراطة تاع الكرم. جربتها اليوم وجات يعني وصفة يعني ما شاء الله، خاصة اللي ولادهم ما ياكلوش الكرم، ما يعرفوش كامل واش راه طايب في هاد الكراطة. بطريقة يعني بسيطة وسهلة وبأصغر كيل تاني، يعني في هاد المول الصغير. هنا حبيباتي دوزنت يعني لاصوص اللي طيبت فيها الدجاج والبصل، واستعملت كريات الشحم المتبلة. الوصفة راه على القناة إذا حابين تشوفوا كيفاش خدمت هذيك الشحمة. المهم حبيباتي، يعني حمرت نص صدر تاع الدجاج، يعني ما ضفتش ولا قطرة تاع زيت، برك في الشحمة برك تبلتها. وزدت بصلة مقطعة يعني قطع صغيرة، تبلتها مع بعض. بعد ما طابوا يعني المقطع هنا تحذف لي، ضفت الكرم وسكرت على الكيكوطة، درت لها فلفل اكحل برك وملح، وما يعني ما كثرتش توابل، غير فلفل اكحل وملح، وسكرت عليها. ولازم يعني تطيب الكيكوطة لانه راح تطيب في ماها، ما ضفتش الماء. يعني الكرم طلق ماء والبصلة طلقت ماها كلش، وطاب هذاك الدجاج. بعد ما طاب فتت الدجاج والكرم، حطيته في البلا كيما راكم تشوفوا حبيباتي. وعندي وحده ياغورت ناتشور وبيضه، يعني بديل الكريمه السائله. درت ياغورت ناتشور. اذا ما عندكمش ديري حليب، يعني فنجان تاع حليب فقط. واذا عندك كريمه سائله ديري كريمه سائله. هنا ضفت هذاك الدجاج المقطع. راكم تشوفوا حبيباتي، درت الحبة بيض وزدت لها الياغورت ناتشور، وما درتش الملح لانه الفرماج مالح. هذاك الفرماج درت مزيج بين شويه شيدار ونابولي، يعني الشيدار باش يعطي البنه، كما تعرفوا نابولي فيه برك المطه، البنه ما كانش في نابولي، يعني ما فيهش قيمه غذائيه نهائيا. بصح معليش نعاونوا به نزكو به الفرماج. المهم حبيباتي، ضربت البيض مليح مع الياغورت. وكما قلت لكم لكم الاختيار، ديروا فنجان تاع حليب ولا نص فنجان حليب عفوا، ولا ديروا كريمه سائله ولا ياغورت طبيعي. وصبيتها من الفوق على القراطه تاعنا تاع الكرم. كيما راكم تشوفوا حبيباتي، ما تنسوناش من اللايك والمتابعه وتعليق زين كيما نتوما، وبارطاجوا الوصفه مع احبابكم باش تكبر قناتنا ان شاء الله.
ودرت الجبن من الفوق. هنا راكم تشوفوا فيها حبيباتي بعد ما دخلتها الفرن من الفوق برك، يعني لانه كلش طايب برك تاخذ هذيك التحميره. انا نحبها محمره بزياده لانه الصراحه خفت من البيض اللي يكون ما طابش حمرتها بزياده وزدت ثاني شوي فرماج كي خرجت ذهب. المهم حبيبتي هذه وصفتنا لنهار اليوم وجات بنينه والله تهبل تقول عسل يعني. جربوها، ننصحكم انكم تجربوها. إن شاء الله تكونوا استفدتوا حبيباتي من هذا الفيديو. نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. إن شاء الله يا ربي تلاقوا في ساعة الخير.